السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زهرة ومن قناتكم عالم زهرة، جاية النهاردة في موضوع مهم جدا لكل أم وأب. موضوع ساعات بيحيرنا، إمتى أكون أم حازمة ومربية لأولادي صح؟ وإمتى من غير ما أخد بالي أكون قاسية وأكسر قلوبهم؟ خليني أقول لكم من الأول، التربية مش إنك تدلعي أولادك وتسيبيهم يعملوا اللي عايزينه، ومش كمان إنك تعمليهم بقسوة وغلظة. التربية هي الميزان بين الحزم والرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس، ومع ذلك كان حازم في الحق، وده اللي عايزين نتعلمه مع بعض النهاردة. الجزء الأول، معنى الحزم والقسوة. ما هو الحزم؟ الحزم يعني وضع قواعد واضحة وثابتة مع حب واحتواء. الأم الحازمة مش بتصرخ ولا تهين، لكنها بتعلم أولادها احترام القوانين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. يعني لازم أوجه وأعلم أولادي وأحميهم من الأخطاء. وما هي القسوة؟ القسوة يعني إنك تفرضي السيطرة بالعنف والضرب والكلام الجارح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني القسوة بتشيل البركة من التربية وتسيب أثر نفسي سلبي جوه الطفل. الجزء الثاني، الفرق بين الحزم والقسوة في المواقف اليومية. مثال واحد، الواجب المدرسي. الحزم يعني أنا زعلانة إنك ما كتبتش واجبك، يلا نكتبه الأول وبعد كده تلعب. القسوة يعني أنت فاشل، عمرك ما هتنجح. مثال اتنين، وقت النوم. الحزم يعني خلص اللعب دلوقتي، وقت النوم، بكرة نكمل. القسوة لو ما نمتش دلوقتي هضربك. مثال تلاتة، الكذب. الحزم يعني أنا زعلانة إنك كذبت، الكذب حرام وربنا بيحب الصادقين، لازم تقول الحقيقة. القسوة أنت كذاب، عمرك ما هتكون راجل. شايفين الفرق؟ الحزم بيعلم الطفل المسؤولية، القسوة بتكسر ثقته بنفسه. الجزء الثالث، أثر القسوة على الأبناء. الطفل يبقى عنده خوف مبالغ فيه، يكبر بشخصية مهزوزة أو عنيفة، ممكن يلجأ للكذب عشان يتجنب العقاب. العلاقة بينه وبين أهله تبقى مليانة مسافة وفتور. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. البخاري ومسلم. الجزء الرابع، كيف أكون أم أو أب حازم بلا قسوة. القدوة. أولادك بيتعلموا من أفعالك أكتر من كلامك. لو شافوك بتحترم القواعد هم كمان هيحترموها. القواعد الواضحة: وقت المذاكرة، وقت النوم، وقت اللعب. الطفل يعرف إن في نظام يمشي عليه. الثبات على الموقف، ما ينفعش النهاردة تقولي ممنوع موبايل قبل النوم وبكرة تسمحي، ده يخلي الطفل يستهتر. العقاب التربوي، حرمان من لعبة يوم واحد، تقليل وقت التلفزيون، مش ضرب وإهانة. المكافأة والتشجيع، امدحي السلوك الصح، قوليله أنا فخورة بيك إنك خلصت واجبك، يلا ندعي. أمهات وبنات، التربية رحلة مش مجرد أوامر ونواهي. كوني حازمة لكن حنونة، عاملي أولادك بالحب ووجهيهم بالحكمة. وزي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. البخاري ومسلم. اللهم أصلح لنا أولادنا
واجعلهم قرة أعين لنا، وبارك فيهم، واجعلهم من حفظة كتابك ومن الذين يرفعون راية الإسلام بالعلم والعمل. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في قناة عالم زهرة، وتشاركي الحلقة مع كل محتاجة تعرف الفرق بين الحزم والقسوة، لأن التربية الصح مش بس بتربي طفل، التربية الصح بتبني أمة.